واحدة من المناسبات الدينية التي يحرص أمير المؤمنين جلالة الملك على إحيائها لرمزيتها وبعدها الروحي عند المغاربة. حضور ولي العهد هو تأكيد على تجذر القيم الإسلامية التي تغرف من الأصيل والحرص المتين على إبقاء روح الانفتاح التي يحرصها ويرعاها أمير المؤمنين. ولي العهد بالزي العسكري في أكثر من مناسبة. هنا بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة يحضر صاحب السمو الملكي ولي العهد حفل تخرج لسلك الأركان. وفي الذكرى 63 لتأسيس القوات المسلحة الملكية وبأمر من جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس ولي العهد بنادي مأدوبة بالمناسبة. اتسعت دائرة المهام الحسن، فكان ممثلا لجلالة الملك في أكثر من مناسبة تقاسم فيها ولي العهد الأفراح والأتراح مع العديد من الأصدقاء والأشقاء. فرحة تألق أسود الأطلس في مونديال جميعا باعتزاز الانتماء إلى هذا البلد والفخر بأبنائه. كان بين الأسود يتقاسم مع الرياضية لا تقف عند كرة القدم بل تعددت، يجيد كرة السلة والسباحة والفروسية. فرحة ترجمت بتقاليد الدولة العلوية لملكين طبع تاريخ المملكة وأسس الدولة الحديثة. هو المغرب حيث لا تفاصيل تخرج عن التقاليد. ها هي اليوم تصل بأمان مولاي الحسن. اليوم يزور الملك محمد السادس وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن والأسرة الملكية وكافة الشعب المغربي متمنين لسموه عمرا مديدا وكل عام